عقلك قال وقلبك قال لأ يبقى لأ، عقلك قال لأ وقلبك قال يبقى عقلك قال أيوة وقلبك قال أيوة يبقى برافو عليك. أسمع ناس كتير جدا بتقول أنا محتارة ما بين القلب وما بين العقل، يعني أنا أخد القرار بقلبي ولا أخده بعقلي؟ كل القرارات اللي احنا بناخدها وكل حاجة في حياتنا بنعملها بناء عن عاطفة، حتى لو احنا مش فاهمين العاطفة دي، بس بنتخيل ان العقل هو اللي اخد القرار او العقل هو اللي فاهم. وكل ما فكرت زيادة انت متخيل ان انت كده كل ما كنت ذكي او كل ما تعرف تاخد قرار صح. كل ما فكرت زيادة كل ما تعرف ان التشتيت جاي، كل ما بدأت تحلل كل ما تعرف ان انت داخل في مرحلة التخريف، لان كل ما حللت كل ما السلبيات طلعت، كل ما القطر فاتك. الحاجة اللي انت بتعملها بمجرد ما بتحسها من غير ما تحلل كتير هي دي الحاجة الحلوة، أيا كانت نتائجها. حتى لو نتائجها مش زي ما انت عايز بس هتعرف تعدلها. طيب تعرف تفصل ازاي او تعرف تميز ازاي؟ لو لقيت نفسك في اي موقف من حياتك، في علاقات، في شغل، في اي حاجة لو لقيت نفسك متضايق ومش قادر تقعد ومش قادر تستحمل ومش قادر تستحمل الشخص ده ومش قادر تستحمل الوظيفة دي، مش قادر تستحمل التعامل ده، اعرف ان انت كنت مختار بدماغك. انما لو لقيت نفسك في نفس الموقف بس عادي، أزمة وهتعدي، مشكلة وحصلت وهتتحل، اعرف ان انت قاعد وانت مطمن او ان انت اخترت بقلبك. لما تلاقي نفسك مش في مكانك ومش مرتاح ومش مبسوط وحاسس ان انت في حاجة غلط وحاسس ان انت على بعضك، اعرف ان انت كنت مختار بدماغك وحللت كتير وفكرت كتير، ولذلك انت رافض الوضع اللي انت فيه. لكن لما تلاقي نفسك رميت نفسك في الحاجة كده وبتجرب وانت مستمتع بيها وجات ولا ما جاتش، صابت يا خابت، لو صابت يبقى تمام شيء جميل، خابت انت مش زعلان، انت ما كنتش اصلا محللها كتير يعني وما كنتش مفكر كتير. الحاجة اللي بتيجي ببساطة والحاجة اللي بتختارها بسلاسة من غير ما تفكر وتحلل وتقيم وتشرح، دي الحاجة الحلوة، دي الحاجة اللي انت هتتبسط فيها. فكرت وحللت واخترت وقررت وقيمت وشرحت وعملت تفاصيل، اعرف ان الحاجة دي اصلا دمها تقيل.